السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، يا رب دايما تكونوا بصحة وخير وعافية. هنعمل دلوقتي قراقيش ناعمة. معانا هنا كوبايتين من الدقيق منخولين وعليهم رشة من الملح بسيطة، ومعانا هنا بيكنج باودر، ومعانا هنا نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعانا معلقة كبيرة من الخميرة بس مش مليانة، وهنا معلقتين كبيرة من السمسم، نص كوباية من السمنة سخنة بس مش مقدوحة، سخنتها على البوتاجاز، وهنا معانا ربع كوباية من الحليب. أول حاجة هنا نحط الكفة كده، شايفين كده، خلاص كده هنقلبهم بقى مع بعض. نحط السمنة بتكون دافية، بس بقى ايه العجينة كده نقلبهم كده مع بعض. نغلف بقى كل حبيبات الدقيق بايه؟ السمنة. خلاص كده، خلاص غلفنا كده حبيبات الدقيق بالسمنة. زي ما انتم شايفين كده، بقعد كده ابس فيها كده لحد ما ايه يبقى كله ايه ياخد بعضه. تتأكدي ازاي؟ ان هي تبقى طبعا زي حبيبات الرمل كده، وما تاخدي كده حبة تعملهم كده ايه يتجمعوا كده مع بعض. خلاص، او ممكن تعمليها كده. خلاص، يعني ممكن تبسيها كده بالمعلقة كده، تقلبي كده، تدخلي كده كل الدقيق كده مع السمنة. خلاص، نقول المقادير من تاني. كوبايتين ونص من الدقيق، مش كوبايتين. ومعانا هيبقى برضو في معلقة مليانة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الخميرة، ونص كوباية من السمنة. حابة تضيفي لها معلقة من الزيت براحتك وبس. ومعانا ربع كوباية من الحليب، وهنشوف برضو هنزود ولا لأ واحنا بنعجن. كمان على دي ما تنسيش ترشي رشة ملح خفيفة. خلاص، نحط بقى الحليب. ندي كده ربع كوباية، هنشوف برضو لو محتاجة. كده برضو كده. برضو شوف. كده جبت كمان ربع كوباية من الحليب، حطهم شوية كده، ويا ريت بقى تاخدي بالمعلقة أحسن، معلقة كده. عشان هي عجينة، عشان هنطلع هتبقى العجينة ناعمة يعني وكده، فبنحاول احنا نجمع، ما نعجنش فيها، بنجمع العجينة متاخدش عجينة كتير، بس بنجمع العجينة. نحط كمان حبة زي ما بقولك كده، بتحطي شوية بشوية، يا ريت تحطي بالمعلقة أفضل برضو. حبة كمان، شوية بشوية، نكمل عادي كده. بنكمل كده ايه، دول اخر حبة في نص كوباية لبن. بس كده نجمع برضو كده العجينة، يبقى كده العجينة خدت معانا نص كوباية من الحليب. نكمل برضو ايه، نلمها كده برضو. طبعا شايفين كده العجينة، بس برضو خدي بالك ان مش كل الدقيق بياخد نفس، ممكن يعني ممكن اقل برضو ايه من نص كوباية حليب.
فانت تراعي النقطه ديت، ان كل دي بيختلف عن دي التاني. برضو حطي برضو واحده واحده لحد ما العجينه تشكل معاكي، تبقى طريه، ما تبقاش كده جامده وقاسيه، تبقى طريه كده معاكي زي ما انت شايفه كده. هنسيبها ترتاح بقى 10 دقايق وبعدين ايه نشكلها. نغطيها كده نسيبها شويه.